اتاك اون تايتن شينجيكو نو كيوجين هجوم العمالقة، اكتر انمي اتشهر في اخر 10 سنين. اكتر انمي اتشهر بين الناس حتى اللي مش بتتابع انمي، يعني عادي جدا ممكن تلاقي واحد ما بيتفرجش على انمي ولكن بيتابع اتاك اون تايتن. اسباب كتيره تخلي الانمي ده من اكتر الانميات المشهوره في اخر 10 سنين. وخلاص احنا على بعد حلقه واحده بس ونودع القصه العظيمه اللي استمرت تقريبا 10 سنين. ايه بقى سبب شهره انمي اتاك اون تايتن بالقوه دي؟ يلا بينا نشوف. السلام عليكم، هاي ماي فريندز، معاكم جوميني قناه بحب السيما. والنهارده هنتكلم عن ايه هي الاسباب اللي بتخلي انمي اتاك اون تايتن اكتر انمي مشهور في الوقت اللي احنا فيه ده. مناسبه كده يعني ديسكليمر كده بسيط، انمي اتاك اون تايتن مش هو الافضل عشان كده هو مشهور. الافضل دي تيجي لترتيب حاجات كتير جدا وتيجي لتفضيلات وموضوع تاني ممكن نتكلم عليه في وقت تاني، ولكن بالنسبه لي انا انمي اتاك اون تايتن مش افضل انمي انا اتفرجت عليه، من افضل الانميات طبعا ولكن مش افضل انمي. ده ديسكليمر كده قبل ما نخش في الاسباب، معلش يعني لو هنيجي على شويه تابوهات كده عند بعض الناس. اول سبب معانا هنا من وجهه نظري وهو عامل الجذب. يعني اتاك اون تايتن من اكتر الانميات اللي عندها عامل الجذب من اول حلقه مش طبيعي، خطير جدا. ان انت تخلص اول حلقه وما تكملش الانمي حاجه استثنائيه وصعبه جدا، اللي هو على الاقل ما تكملش سيزون 1. الحلقه الاولى انت حتى لو مالكش في الانمي اول مره تتفرج انت هتجيلك صدمه مش طبيعيه، هتبقى عايز تكمل، عايز تعرف طب ايه اللي هيحصل بعد كده، طب ايه هي ايه العمالقه دول، ايه الدنيا دي. حاجه مش سهل جدا ان واحد يتفرج عليها ويطلع يقول لك لا خلاص انا فصلت. لا، فعلا اتاك اون تايتن من الانميات اللي الحلقه الاولى بتاعته تدخلك في العالم بتاعه وتخليك فعلا انت عايز تكمل، انت مش قادر تتحمل، لا هات لي الحلقه اللي بعديها على طول، انا عايز اخش في الانمي اكتر. العامل الثاني وهو القصه والغموض، بمعنى ان القصه بتاعت اتاك اون تايتن من اكتر القصص اللي فيها غموض كبير جدا، اللي هو انت من اول سيزون انت عايز تعرف مين العمالقه دول، طب ليه هم شبه البشر، طب ليه هم بياكلوا البشر اصلا، طب مين الناس اللي بتتحول لعمالقه دول، طب هم ليه بيهاجموا، طب ليه الناس اللي في الجزيره دول طالما دول بشر ودول بشر دول بيتهاجموا، ايه الاهداف بتاعتهم. اسئله كتير جدا انت بتسالها من اول سيزون، وبعد كده وانت بتمشي في الحلقات بتلاقي اسئله كتيره جدا انت بتطرحها، بتلاقي حاجات كتيره جدا ما هيش كامله، بتلاقي دايما معلوماتك ما هيش كامله كده، اللي هو بتعرف حاجه بس مش كامله، بتعرفها بشكل مختلف، بتعرفها بشكل ملوي شويه، لغايه ما بتمشي لحد اخر سيزون، لحد ما بتوصل لاخر لحظه في اخر سيزون انت بتتفرج عليه. لما بتكمل المعلومات كامله بتخش في نوبه عظمه غير طبيعيه. اتاك اون تايتن من اكتر الانميات اللي اتعملت بعامل الغموض ده بشكل مش طبيعي، ودي من العوامل اللي بتخليك تكمل الانمي غصب عنك لان معلوماتك مش كامله يا معلم. ونيجي لسبب كمان وهو الشخصيات. من اهم الحاجات اللي بتخلي اي عمل فني عمل جامد وعمل ممتع بالنسبه للناس وهي الشخصيات. واتاك اون تايتن مليان بالشخصيات اللي انت تتعلق فيها واللي انت تحبها جدا جدا جدا. شخصيات كتير هتتعلق منها من اول الموسم وهتحبها ومش عايز ابالغ كمان وهقول لك انك هتلاقي نفسك في شخصيات كتيره جدا. ببساطه ممكن اقول لك ان ايرين ما كانش الشخصيه المفضله بتاعتي تقريبا بعد سيزون 3 و2، اللي هو حسيت ان انا خلاص ان انا مش عاجبني الواد ده مش تمام يا جدعان، الواد ده بطل عيوطه كده، مش ده الشخصيه المفضله بتاعتي. ولكن بعد كده طبعا ايرين بقى من الشخصيات المفضله في عالم الانمي عامه يعني. واكيد طبعا في شخصيات كتير جدا هتاثر فيك، شخصيات هتحبها كتير جدا، شخصيات زي ايروين، هانجي، ارمن، ميكاسا، ساشا، ستوريا، راينر، طبعا المعلم ليفاي. ولا مش سيخ الشاورما ده اخره يا جماعه يتحط في قائمه اغبى 10 شخصيات في عالم الانمي، فمحدش يذكره والنبي. والعامل الاخير والاهم بالنسبه لي انا وهو ان اتاك اون تايتن انمي مش تقليدي. يعني هتلاقي انمي اتاك اون تايتن هو اشبه للمسلسلات، للعالم الواقعي. يعني هتلاقيه مش شبه الانميات. لو انت ملم بعالم الانمي اكتر من يعني تعرف الانمي او داخل في عالم الانمي كتير، هتلاقي ان اتاك اون تايتن هو اكتر انمي مش انمي. ده بالنسبه لي هو اهم حاجه خلت الناس ترتبط بالانمي اكتر. يعني مش هتلاقي فيه القوه الخارقه للطبيعه، الانفجار، الدمار، اللي مش عارف ايه، السي جي اي والانيميشن الخطير بتاع التحريك اللي مش عارف كذا كذا كذا، مش موجود. الموضوع كله مبني على حاجات ابسط من كده بكتير، حاجات انت ممكن تتخيلها انها تكون موجوده في العالم الواقعي. ده بالنسبه لي الحاجه اللي بتخلي اتاك اون تايتن من اكتر الانميات اللي هي واقعيه.
هتقولي طب يا عم ما في انميات كتيره جدا واقعيه وتقدر تربطها بالواقع وما فيهاش الخوارق الطبيعيه بتاعت الانمي ده، زي انميات زي بريزيرك، ديس نوت، فينلاند ساجا وغيرهم، هم اللي شبه المسلسلات وممكن تتعلق بيهم لو حد ما اتفرجش على انمي. طبعا الانميات دي عظيمه جدا وجامده جدا يعني محدش يقدر يتكلم عليها نص كلمه، ولكن لما تحط كل العوامل اللي احنا قلناها قبل كده دي مع عامل ان الانمي ده فعلا انمي مش تقليدي، ان انمي ده شبه المسلسلات، هتلاقي فعلا وهتوصل فعلا لفكره ان ليه انمي اتاك اون تايتن اتشهر بالشهره القويه دي. وبرضه حاجه كمان ان اتاك اون تايتن اتشهر في الوقت اللي فيه الانمي كان بيزدهر، ان الناس خلاص زهقت من المسلسلات، الناس زهقت من الافلام، في حاجات بقت مش تقليديه فبدات تخش عالم الانمي ده تبص. ويشاء القدر ان يكون انمي اتاك اون تايتن بيتعرض في الوقت ده. انمي اتاك اون تايتن نزل 2013 اللي هو في عز الناس فعلا ما كانت عايزه حاجه جديده، وانمي اتاك اون تايتن اصلا اتشهر ممكن في اخر 5-6 سنين، يعني اللي هو الناس بدات تخش في القصه اكتر وزياده لما بدات القصه اللي هي تكتمل، اللي هو بدات الناس بعد سيزون 4 اللي هو بدات الناس فعلا تخش في انمي اتاك اون تايتن اكتر واكتر. اتاك اون تايتن في الحته دي بالذات ممكن يكون هو تفوق على كثير من الانميات. لا اظن ان حد اتفرج على انمي اتاك اون تايتن وما عجبش بالقصه، لا اظن ان حد دخل عالم اتاك اون تايتن وما عجبش بالقصه. يمكن انا مش عاجبني فيهم حكايه ان هم عاملين يمطوا زياده في الانمي كده، اللي هم يشدوا 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 يشدوا، ان هم كان ممكن يخلصوا الانمي اصلا من سنتين يعني، ولكن هم حبوا يشدوا القصه، حبوا يمطوها لك زياده عن اللزوم، وحبوا يعملوا اسلوب كده انا لا احبه، اللي هو تعال نحلف في الانمي زياده. ولكن يظل انمي اتاك اون تايتن كقصه كانمي كعمل فني هو شيء خطير رائع غير طبيعي. اظن ان اي حد ما اتفرجش على اتاك اون تايتن هو فايته عظمه غير طبيعيه. اتاك اون تايتن واحد من الانميات اللي هتتشهر زياده كمان بعد ما يخلص وبعد ما الناس تبدا تتفرج عليه وتاخده كله مره واحده كده لما يكمل. اظن هو من وجهه نظري يعني هيبقى بشهره حاجه زي بريكنج باد، زي جيم اوف ثرونز. كل اللي اقدر اقوله عن اتاك اون تايتن ان هي قصه صعبه جدا انها تتكرر تاني، صعب جدا ان حد يخش في هذه الحاله مره تانية، صعب جدا ان انت تعمل نفس الحاله بين الجمهور والترقب وتخلي الناس كلها تتكلم عن الانمي والناس كلها تتعلق بالشخصيات بشكل مش طبيعي. ده ما بيحصلش غير نادر جدا، ولما بيحصل بيكون اتاك اون تايتن. فاتاك اون تايتن انا بحبه جدا، انا بعشق الانمي ده، انا مستني الحلقه الاخيره بفارغ الصبر. وخلينا نشوف الانمي هينتهي على ايه، خلينا نشوف فعلا هل النهايه هتكون مرضيه لينا احنا كجمهور ولا هنطلع من الانمي مهزومين زي ما قلت قبل كده. وبس كده، دي كانت بالنسبه لي انا الاسباب. ممكن انت يكون عندك اسباب تانية جدا احب جدا اعرفها في الكومنتات. شكرا لكم على صوتكم نهايه الفيديو، كان معكم جوميني وانا بحب سيما. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، وسلام عليكم.